الساندوتشين الأقرب لقلبي بيك تيستي ومشروم اند سويس. عندي كيلو الا ربع من اللحمة بنسبة دهن 20%. ممكن ما نحطلهاش حاجة خالص، واحنا بنسويها نرش عليها ملح وفلفل الأسود، بس أنا بحب أحط جواها معلقة صغيرة من الملح، نص معلقة من الفلفل الأسود، ونص معلقة من البابريكا المدخنة. هنقلبهم كويس، ولو عندكم مكبس البرجر هتستخدموه، لو مش متوافر ممكن تجيبوا كيس كده تحطوه في أي طبق، وتبدأوا تحطوا فيه اللحمة بالمقدار اللي انتوا عايزينه وتضغطوا عليها، واعملوا حسابكم انها تبقى اكبر شوية من العيش اللي احنا هنستخدمه لانها بتكش. بعدها هشيلها بقى بالكيس واحطها في الفريزر لمدة نص ساعة، وفي الوقت ده هكون بحضر الصوصات والمشروم اللي انا هحطه عليه. اول حاجة عشان احضر صوص البيك تيستي، عندي نص كوباية من المايونيز، هحط عليها معلقة كبيرة من الكاتشب، معلقة كبيرة من الباربيكيو صوص، ومعلقة كبيرة من المستردة، وعليهم ربع معلقة من الثوم الباودر والبصل الباودر، وهضيف رشة ملح صغيرة، واساسي بقى الخيار المخلل المتقطع صغير قوي، وما تنسوش تضيفوا ربع معلقة من البابريكا المدخنة. وقلبوا بقى المكونات دي، وده احلى صوص هتعملوه للبرجر. عشان اعمل بقى احلى مشروم يتحط على البرجر، بجيب حته زبده احطها على بصلايه صغيره وحبه زيت، وهقلبهم كده على النار يا دوب دقيقتين. بعدها هحط نص معلقه صغيره من السكر، وهسيبه كده شويه مع البصل يا دوب لونه يغير برضو. بعدين هنزل بالمشروم وهقعد اقلب فيه كده مع البصل، تقريبا هيقعد على النار حوالي 10 دقايق. لما احس انه استوى هضيف له ملح وفلفل اسود حسب الرغبه، ومعلقه كبيره من الباربيكيو صوص، وكده المشروم بقى جاهز معايا. معلقة زبدة ومعلقة زيت في الطاسة، هسيبهم يسخنوا وهنزل بالبرجر كده عليهم، وبعد كده هضغط عليه، ولما احس انه اخد لون هقلبه على الوش التاني، وبرضه بضغط على الوش التاني وبسيبه 3 4 دقايق، وكده بيبقى استوى. وخطوة مهمة قوي مكان تسوية البرجر، بدي العيش تحميصة. هبدأ ارص طبقات الساندوتش الاولاني، عندي هنا مايونيز على باربيكيو صوص، وبعد كده هحط عليه شريحة البرجر. وطبعا لو شكلها مش متساوي قوي عادي، ده طبيعي جدا في البرجر. بعدها هحط المشروم، وكنت مسيحة كمان معاه حتة جبنة تشيدر بتخلي الطعم حلو قوي، وهحط شريحتين من الجبنة، ممكن جبنة تشيدر ممكن جبنة البرجر زي ما تحبوا. شايفين بقى شكل الساندوتش؟ بجد تحفة، احلى ساندوتش ممكن تاكلوه في حياتكم. عشان احضر الساندوتش التاني بقى، هحط صوص البيك تيستي، وهنحط اي خضار تحبوه، خس، طماطم، خيار مخلل، اي حاجة تحبوها، وبعدين شريحة البرجر، وطبعا الجبنة اساسي. وده ساندوتش على قد بساطته على قد ما طعمه رهيب. ما تنسوش تجربوا الوصفة وتقولوا لي رأيكم.